النهارده كلاسيكو اوروبا بين ريال مدريد وبايرن ميونخ. الكلاسيكو اللي كل ما يتلعب يبسط كل مشجعين الكوره، لانه من زمان ثنائي كبير بين ناديين هم فعلا كبار اوروبا. النهارده العوده، بس قبل ما اتكلم عن توقعي خلينا اتكلم عن كام حاجه في ماتش الذهاب. خلينا متفقين ان ريال مدريد مش في مستواه المعروف، ده حتى نجومه اللي المفروض يعتمد عليهم زي فيني وزي مبابي مش في الفورمه من اول الموسم. ومن الناحيه التانيه بايرن ميونخ بيتمتع بتألق نجومه وفرض قوته على الجميع السيزون ده. وزي ما شفنا في ماتش الذهاب خلص 2-1 للبايرن، والبايرن قدر يستغل كل كبيرة وصغيرة على أرض ريال مدريد. ودي كبيرة قوي في حق ريال مدريد لما ما تسمحش لنفسك تجيب آخرك على أرضك، عشان هيكون من الصعب إنك تجيب آخرك على الأليانز أرينا. بس في ماتش النهاردة بقى في حاجة خطر قوي عملها بايرن في حق نفسه، وهو إنه ساب ريال مدريد لسه حي في الذهاب، وهي إن ساب له العودة فرق هدف واحد. وانت كده بتصير غضب مدريد. بس على قد ما ريال مدريد مش في احسن احواله، بس لسه عقلية البطل موجودة. يعني يا بايرن كنت تكسب وتأمن صعودك بأمان، بس انك تسيب الباب موارب لمدريد كده انت بتجيب لنفسك وجع القلب. ماتش النهاردة بعيد عن انتماء كل واحد فينا هو هيكون ماتش ممتع جدا، ماتش هيجمعنا كلنا وهننبسط بيه كلنا. قبل ما اقفل الفيديو بقى، تتوقع مين هيكسب النهاردة؟ قول لنا في الكومنتات. وبس كده، في امان الله.